السلام عليكم. شوفوا هذا المنظر الجميل أمام البيت حقنا، بعد ما قصوا الأشجار طلع شكله حلو. أيوة الفلوق إن شاء الله يعجبكم. عملت لكم حاجات حلوة كثير. فأول شيء صورت لكم المنظر اللي أمام البيت حقنا، وبعدين خرجت لفيت لفة في المول قبل ما أروح أسوي الحلو وأسوي آه سمبوسة وكاتلس ولومبيا اللي هي ورق جلاش محشية دجاج، والكاتلس عبارة عن بطاط مهروس محشي لحم مفروم، وسمبوسة. عملت كمية كبيرة عشان لو خرجت عند الناس أو حاجة عندي ضيوف أو يعني خرجت عند ناس معزومة أخذ معي وكذا. يعني أنا أحب أسوي كل سنة كمية كبيرة وأحطها في الفريزر. فأول شي تعالوا نسوي أنا وأنتو أحلى وألذ كنافة بتذوقوها في حياتكم. أول شي نعمل الشيرة، عبارة عن إيش؟ كوب سكر وكوب ماء حسب اللي تحبوا. أنا ما أحبهاش حالي قوي، عشان كذا أحبها وسط، فعملت كوب سكر وكوب ماء. فاللي يحب تكون حالية ممكن تحطوا 2 كوب سكر و2 كوب ماء. وحطيت قرنفل وقرفة صغيرة وحبة هيل اللي هي حبهان وعصرة ليمونة بس. وبعدين تحركوها شوية وتخلوها 10 دقايق لو ما قد غليظة كذا مثل العسل يعني، وتطفوا تحتها وتخلوها تبرد شوي فوق الشولة، وبعدين تدخلوها الثلاجة. لازم تكون باردة عشان الكنافة لو ما تخرج من الفرن تسكبوها عليها وهي حامية مشان تقع حلوة، يعني تكون تجلس مقرمشة. وكمان حتى تجلس معاكم 2 3 مكانها نفس الشي. تقدروا تحموها بس كل يوم قطعة في الاير فراير مثلا وتاكلوها. من جد رهيبة بتعجبكم قوي، وتدعوا لي ان شاء الله. فايش عملت اول؟ وعملت القشطة. انا عملت قشطة. فهذا الصحن بنحط فيها الكنافة ونقطعها صغار صغار، لازم لأنه هي تجي خيوط طويلة. فلازم تفكفكوها، لو ما تخرج من الثلاجة وهي باردة لازم تفكفكوها على شوي شوية لو ما تقع صغيرة. هذه الكنافة تاخذوها من البقالة العربية في الفريزر تكون هي، وتحطوها في الثلاجة إلى ما تستخدموها. وبعدين تفكفكوها على شوي شوي زي ما قلت لكم، عشان لما تجوا تصلحوها وتقطعوها تكون مفكفكة، ما تكونش خيوط ما تقدرش تسيطروا عليها أو شي. فهمتوا ايش أقصد يعني؟ فهو هذه شوفوا كيف أنا بفكفكها بيدي. فكفكوها أكثر من كذا، أنا فكفكتها شوي بس. بعدين لما حطيت السمن والسكر عليها، وكمان تاخذوا سكر بودر، عشان بقول لكم ليش السكر البودر. وأنا أوريكم طريقة الفكفكة الكنافة. السكر يعطيها قرمشة ويعطيها لون حلو في الفرن. فجربوها وبتدعوا لي والله، من جد لذيذة قوي لذيذة. تجلس معاكم أول يوم تاكلوا، بعدين لو جلست ممكن تحطوها في الثلاجة وتخرجوا وتسخنوا منها في الاير فراير تطلع تجنن قوي حلوة. أول شي تحمل الفرن كمان قبل وانتوا بتعملوها قبل بفترة، يعني وانتوا بتسووا الكنافة تولعوا الفرن من فوق وتحت. أشوفوا أنا فكفكتها كيف، بس كمان زيدوا فكفكوها أكثر من كذا. أنا فكفكتها هنا شوية بس عشان ما يطول المقطع. وبعدين لما طفيت كمان التصوير وقفت التصوير فكفكتها أكثر كمان. وتحطوا سمن كويس في الصحن. ليش كثير؟
في الصحن عشان لو ما تجوا تقلبوها تخرج بسهولة، ما تكون صعبة عليكم. فكثروا السمن في الصحن عشان تقدروا لو ما تقلبوها تكون سهل اني تخرج من الصحن. بعدين تحطوا فوق الكنافة بعد ما تفكفكوها تماما كوب سمن دافي، مش ساخن، دافي. كوب سمن، شوفوا كيف داير ما دار، واخلطوه معه، ونص كوب سكر حسب اللي يحب يعني. إذا تحبوا تزيدوا زيدتوا، بس كذا يكفي عشان بس تعطيه قرمشة وتعطيه لون حلو في الفرن. أما الحلا هو من الشيرة. فهذا هو الكوب السكر، سكر مطحون مش سكر محبب، مطحون، لازم يكون مطحون. خلاص وتخلطوها مع بعض، وبدون يعني الشولة مش لاصية، طافي، فتحركون لأنه السمن يكون حامي قدو، ما عاد يحتاج انكم تولعوا تحت في الشولة. فهمتوا كيف؟ تخلطوها مع السكر والسمن تماما بدون نار يعني، عادي بس وهي باردة. وبعدين تطرحوه في الصحن هذا، نصها من تحت ونصها من فوق بعد ما تحطوا القشطة. بس خلوكم معي لو ما أكمل لكم طريقة القشطة كمان. تحطوا نصها تماما، ترتبوه وتحطوا تجيبوا قلص كذا وتضغطوا عليه عشان تتوازن في الصحن، يكون كلها متساوي يعني. والله أنا عاملة هذه القناة مشان تكون تستفيدوا مني يعني. في عندي حاجات كثيرة أقدر أعملها لكم، عندي أشياء حلوة يعني بين أسوي. هي قناتي قناة مفيدة، فأنا ما بين أشوف تفاعل. لو سمحتوا تفاعلوا وانشروها لي، اكتبوا كومنت إيش رأيكم في الحاجات اللي بين أنزل الفلوقات، إيش بيعجبكم إيش ما بيعجبكم كذا يعني، عشان أنا أتحمس أكثر فأصور لكم حاجات أكثر يعني إيش تحبوا. وتجيبوا قلاص زي ما قلت لكم وتضغطوا عليه مشان تتوازى كلها مع بعض زي بعض. والآن بنسوي القشطة. شوفوا بدل ما تشتروا قشطة كثير اعملوا قشطة في البيت. 2 أكواب حليب، حليب عادي اللي بتشربوا يعني، 2 أكواب حليب و4 ملاعق حق الأكل نشا. شوفوا وهو بارد، ما تلصوش تحت الشولة، وهو بارد تسكبوا النشا مع الحليب البارد وتحركوا له ما يختفي النشا تماما يعني. بين الدقيق عفوا بين الحليب والنشا تخضبوه لو ما يختفي النشا تماما. وبعدين تحطوا القشطة هذه واحدة قشطة بس عشان يطلع نكهة، وواحد ظرف فانيليا يعني. وتجيبوا واحد فانيليا شوفوا وتسكبوا فوقه مشان يعطي ريحة ونكهة حلوة. بعدين تجيبوا واحدة قشطة بس عشان يطلع نكهة القشطة، بس واحدة قشطة وتسكبوها مع الحليب والفانيليا والنشا وحركوا لما تختفي القشطة وكله يتوازن مع بعض يعني، يندمج مع بعض الحليب والنشا والفانيليا والقشطة، وتحركوا شوية لما تختفي كل الحاجات مع بعض. بعدين تلصوا الشولة عشان ايش تتماسك وتكون زي القشطة على شوية بس ما تسيبوها، خليكم بتحركوا وانتوا بتشتغلوا يعني لو ما تقع زي القشطة. وبعدين تسكبوها على طول فوق شوية تبرد قليل يعني،
تبرد. شوفوا خلوها تبرد قليل، بس ما تتركوها وقت طويل لأني بتخرب، بيقع شكلها مش حلو. فكمان لو ما تسكبوها بالصحن لا تسكبوها للأطراف، خلوا مسافة عشان تحطوا الكنافة من الجوانب، كذا تضغطوا من الجوانب منشان لو ما تجوا تسكبوا الكنافة بعد ما قد جاهزة ما تخرج القشطة من الجوانب، يكون كلها بس تكون في الوسط القشطة. فهمتوا ايش اقصد؟ يعني تخلوا مسافة قليل عشان تحطوا الكنافة من الجوانب، لو ما تجوا تسكبوها ما تخرج القشطة، تكون كلها الكنافة. فهمتوا ايش اقصد يعني؟ بتشوفوني الآن وأنا بين أحط في الجوانب أضغط لداخل من الجوانب الكنافة منشان لو ما أجي أقلبها ما تخرب. شوفوا كيف ذا الحين بضغط من الجانب عشان إيش؟ تكون بس القشطة بالوسط، بس كثروا القشطة تقع حلوة، كل ما كثرت القشطة كل ما كان شكلها طعمها يجنن. شوفوا الجمال والحلاوة، وقطعوها والعافية عليكم. والآن بنبدأ نسوي السمبوسة. شوفوا طريقة السمبوسة، هي عجينة عادية، دقيق وماء دقيق وماء دافي وملح وشوية زيت أنا أسويه وأعجنه، وبعدين أعمل زيت طبقة، بعد ما أفتحه كذا أفعل طبقة زيت وفوقه دقيق أبيض عشان لو ما أجي أحط الطبقة الثانية ما يسبق، يعني ما تتلصق يخرجين. ذا الحين هذه على أساس طبقتين، ليش؟ عشان الوقت سريع يعني، وكمان بدل ما تجلس على واحدة واحدة ثنتين، تقدروا تفعلوا 3 4، بس أنا أحب كذا أسوي. وهذا بعد ما كملنا شوفوا، وهذا الكاتلس كمان تحشوه بالدقة من داخل، والبطاط مهروس بطاط، وهذا اللومبيا. بس أنا حبيت أوريكم الكاتلس. بعدين تفعلوا بيض وتفعلوا بقسماط عشان يتماسك، لو ما تجوا تقلوا ما يفتكش. فأنا حبيت بس أصور لكم تصوير عادي، ما حبيت أطول، فإن شاء الله يعجبكم التصوير. شوفوا هنا بعدين فرستهن، حطيت كاتلس وحطيت سمبوسة وحطيت لومبيا مع بعض وأفرزهن مع بعض. وهذا بعد ما قلينا، وشوفوا الجمال واللون الجميل، وشوفوا المطبخ كيف بعد ما خلصنا. أمان إنه مرة متعب، لكن الحمد لله كملت. هذا قبل ما أنظف، شوفوا اللقطة هذه قبل ما أنظف، وشوفوا اللقطة الآن الجميلة بعد ما نظفت وارتحت وافتهنت الحمد لله. بعدين طلعت أصلي لي صلاة العشاء والتراويح، وجلست أخذ لي كوب شاهي واتفرج للمسلسلات. ان شاء الله يعجبكم الفلوق، لا تنسوا تحطوا لايك وتدعموني وتنشروا لي القناة. وسلام، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وشوفوا الجلسة الجميلة حقي اللي جلستها، ان شاء الله يعجبكم التصوير وكل شيء. والسلام عليكم. شوفوا الشاهي الجميل والتلفزيون الحلو والبرامج.